اذا السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم مصطفى العامري الرئيس المركزي للهيئه الوطنيه للشباب الملكي للدفاع عن الوحده الترابيه. اليوم كنعيشوا حدث وطني كبير تقليدا للذكرى 26 لعيد العرش المجيد. اليوم عندنا المهرجان الوطني مغاربه الموت في الدوره الثالثه ديالو من بعد نجاح الدوره الاولى والدوره الثانيه. اليوم احنا كنعودوا بدوره ثالثه مليئه بندوات حول قضيه الصحراء المغربيه، مليئه بورشات حول التربيه على المواطنه، مليئه بانشطه خاصه للاطفال لترسيخ ثقافه حب الوطن لمده 7 ايام ابتداء من 28 شهر 7 سنه 3 شهر 8. ندوات وانشطه ومعرض للمنتجات المجاليه. وفي 1 شهر 8 غادي يكون موكب استعراضي كرنفال غيخرج من ساحه سعود ابريل مورا عنصر المعكازين، وغادي يجي حتى ساحه الامم اللي كيذكرنا بايام المسيره الخضراء، والهدف هو الوليده تعيشوا هذه المسيره. كذلك في 2 شهر 8 غادي يكون الحفل الختامي في قاعه احمد بوكماخ من اجل الشكر وتقدير وتشجيع كل من ساهم في انجاح هذا المرض. من خلالكم المنبر الصحفي المحترم كنشكر السيد والي جهه طنجة والحسيمه، كنشكر السي انس بن حليمه رئيس الاستعلامات العامه، كنشكر والي الامن السيد الكبير فرح، كنشكر السيد الباشا المدينه والسيد القائد وجميع السلطات والامن اللي ساهموا بشكل كبير في انجاح هذا المهرجان تحت شعار الله الوطن الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كيف كتعرفوا عندنا افتتاح ديال المعرض في الدوره الثالثه. الحمد لله هذه الدوره الثالثه الاولى والثانيه دازوا بخير، وهذه غتكون احسن ان شاء الله. وكنرحبوا بجميع الزوار اللي غادي يجيو. واهم حاجه كنشكر السيد الوالي بعداني على الدعم ديالو اللي وقف معنا دائما، وكنشكر رئيس مقاطعه طنجة المدينه سي ابرجان والنواب ديالو على راسهم سي تمساماني وحسن مرنيسي. وبهذه المناسبه كنطلب من الله سبحانه وتعالى يشافي سيدنا، هذه هي اول حاجه عندنا. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يجعل البلد دائما امنا. والسلام عليكم.